يا مساء العسل، يا مساء الفل على أحلى ناس وأحلى أخوات منوريني في قناتي. النهاردة هنعمل 3 كيلو بسكويت برضو على قد إمكانياتي، يعني حاجة بسيطة جدا. النهاردة بقى شغلت البوتاجاز مع الفرن بره وظبطنا الكلام عشان ننجز. انتوا عارفين بقى البسكويت ده بسم الله ما شاء الله بيرمي. فيلا بينا كده ندخل على الفيديو بتاعنا على طول ونسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي ونشوف إمكانياتنا ايه النهاردة اللي هنشتغل بيها. اول حاجه بسم الله توكلت على الله. حطيت كيلو سكر بودر، وعلى طول نزلت عليه بكيلو سمنه. طبعا على قد امكانياتك، يعني انت ممكن انا هعمل 3 كيلو، انت ممكن تمشي بالمقادير المظبوطه، ان انت تحطي كيلو الا ربع سكر وتحطي كمان كيلو الا ربع سمنه. بس بصراحه انا بحبه يكون دايب، وكمان بحبه يكون مسكر. سميت بسم الله طبعا ودوبت شويه بايدي، شايفين؟ ايوه خليكي ست بيت ناصحه كده، ما تقوليليش مضرب ولا اسمه ايه التاني ده ولا عجان. المهم ضربتهم بايدي، نزلت ب16 بيضه زي ما انتم شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكمان بالفانيليا بتاعته حطيت شويه ريحه برتقان على خفيف كده. انا عايزه انزل اصلا بكيس التانك، بيبقى احسن، بيديكي نكهه حلوه، لان الاسانس البرتقان اللي احنا بنحطه ده بيديكي لدعه مراره. ويلا بقى يا قمر، فين يديك وفين يوجعك. وزي ما انتم شايفين كده آه السكر كان مغلبني، يعني انا جايباه سكر بودر عشان خاطر ان انا يعني ما تعبش في التقليب، ولكن برضه ليا نصيب اتعب، لقيته كده محبب، مش عارفه كان فيه مشكله السكر والله. المهم قعدت بقى ايه، كل ما تقابلني واحده بص امسكها بايد افركها كده. الحمد لله نزلت بكيسين فيكنج باودر، وبرضه شغاله كله على الماشي كده. في هنا حاجه مهمه معانا، نص معلقه نشادر. طبعا هو اللي يستحسن انت تحطوا معلقه كبيره هرميه، علشان يديكي يعني شكل البسكوتة، شكل آه، اللي هو الموس. بس انا مش بحب اكتر نشادر، مش عارفة، مش بحب اكتر نشادر يا جماعة. بحب يكون مخرفش، هتشوفوه دلوقتي. المهم نزلت سميت بسم الله وصليت على سيدنا النبي، وانتوا صليتوا على سيدنا النبي ولا قاعدين ساكتين؟ المهم نزلت ب3 كيلو ايه دقيق. وهات يا بقى عجين، هو المفروض ما يتعجنش يا قمر، انت بتعملي ايه؟ المفروض البسكويت بتلم لم. المهم قعدت اعجن، حسيت ان العجينه عايزه شويه لبن، رحت حاطه شويه لبن تاني وبرضه بعجن. طب ما انا تقولوا لي بيتلم، طب ما انتوا يا جماعه بتحطوه في العجان والعجان بيفضل يعمل كده، يعني العجان بيلم ما العجان بيعجن برضه. المهم فضلت الم فيه كده، وريحه العجينه عايزه اقول لكم عسل. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. و3 كيلو البسكويت، والله الله اكبر يا جماعه، يعني قولوا بسعر كيلو من اللي انتوا بتجيبوه بره. يعني بدل ما تكلفي نفسك وتروحي تشتري لي كيلو يختي بالشيء الفلاني، انت ممكن تعمليه بقى ببيتك بس، وكفايه ايه نظافه ايدك. بسعر الكيلو كده احسبيه، وهاتي على قد ايه سعر الكيلو. اه والله بجد زي ما بقول لك، هتلاقي نفسك جبت لك 2 كيلو دقيق مع كيلو السمنه. كيلو سمنه ايه ده بياخد ربع كيلو، الكيلو كيلو الدقيق بياخد عليه ربع كيلو سمنه. هتلاقيني جبت نص كيلو سمنة يا ستي، مع كيس بيكنج باودر ولا كيس كيك شيف ياخد زي ما بتجيبي كده، وكمان كيس فانيليا. واظبطي الكلام وصلي على سيدنا النبي، غطي العجينة ترتاح. ترتاح مش يعني سيبها 10 ساعات، لا يعني 5 دقايق، على ما العيال يلعبوا شوية في السجان كده، وتظبطي مكانتك، تظبطي بقى كيسك، شوفي هتعملي بايه. طب لو انا عايزة اعمله في كيس، يعني بدل ما اعمل في المكنة والكلام ده وما عنديش مكنة، وعايزة اعمل بالكيس، هنكتر شوية اللبن شوية علشان العجينة تمشي في الكيس. وانت كمان ممكن تاخدي حتة عجينة على القد كده وتجربيها، يعني حطي حتة عجينة كده في الكيس، لقيتيها مشيت خلاص. لقيتيها تقيلة ومش طالعة من الكيس، تيجي مزودة لها بص بقى، يعني سرسوب كده. عارفين يعني ايه سرسوب؟ ايوه طبعا. هنا الواد مصطفى رجع يلعب تاني معايا زي ما انتم شايفين كده. وعايزة اقول لكم الواد ده كان منرفزني طول الفيديو كده، عايزة اوقف التصوير واقول ستوب كده زي ما بيعملوا في الافلام، واديله حته علقه. والله هبصوا هتشوفوا انتوا دلوقتي. المهم جبت بقى السجان الحلوه دي، شايفين؟ وكمان قعدت هو عمال يشغل لي في المكنه. عايزه اقول لكم من شغل المكنه ده يعني بيتعب اكتر من اللي بيقعد كده هو، يعني بس هي فرحه عيال، يعني هم فرحانين، وكل شويه يبدلوا، واحد يقعد يشغل واحد يقعد يلعب. وكان يوم حلو برضه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صليتوا بينا على النبي يا أولاد. المهم شغالين بقى، بتبقى فرحة في البيت، وريحة الخبيز في البيت جميلة جدا. عايزة أقول لكم إن أنا كنت بجيب سجان من الفرن وأروح أسوي في الفرن،
السنة دي لما جبت الفرن الصغنون المقطقط بتاعي ده، قلت لأ بقى، أنا جايباك عشان ما اطلعش بسجاني في الشارع تاني. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله مليان بركة، والله بيديكي بركة كده، الكمية الله أكبر. البسكويت ده شوية بركة في البيت. المهم شغالين، طبعا السجان بتاعتي خلصت، هما معايا 4 سجان بس. فهم خلصوا على كده، هبدأ ان انا اشتغل بقى في الايه، في الصواني، اطلع كل الصواني اللي في البيت. وبعد كده خلاص انا كده هقوم ان انا ايه اشغل الفرن ولا حاجة، عشان نخف ان احنا يعني ايه، يبقى فيه حاجة، يعني اللي هيستوي هنفضيه في اي صينية كبيرة. ما ينفعش نحطه في حاجة ونقفل عليه، لازم يتهوى على الاخر، عشان ايه ما يبصش يعني بسرعة والكلام ده وريحته تكمكم، او يعني يعطل معانا الحاجات دي كلها. فاحنا بنسيبه مفروض يمكن من بالليل لحد الصبح على الصواني، وبعد كده بنلمه بقى في علبة كبيرة، ممكن في الطبق البلاستيك اللي انا عاجنة فيه ده. يعني في كذا حاجة هلمها فيه بإذن الله. كنا زمان يعني كانوا يعبوهولنا في كراتين، بس الكرتونة مش يحطوا فيها بقى كده وخلاص، يعني كان شغل عالي برضو، كانت ناس دماغها عالية، الناس بتاع الزمان دي. اه والله احنا شفنا ايه، احنا الحاجات دي كلها اصلا متعلمينها منين؟ ما الناس بتاع الزمان برضو كانوا يجيبوا لنا بقى اللي هو كيسة كبيرة بيضة كده، ويجوا فرشينها في قلب الكرتونة، أكنها بقى ملبسينها في قلب الكرتونة ويرصوه، يعني مش يلعبوا ولا يعبوا كده وخلاص، لأ طبعا كانوا يرصوه برصته كده، يفضل بصوا يقعد شهرين 3 زي والله العظيم زي ما بقول لكم، يقعد بالشهرين عادي في قلب الكرتونة دي، بس بكيسة كده ومحكومة برضو. والله العظيم الناس بتاع زمان فيها بركة، ده احنا دلوقتي مش عارفة ايه جرالنا. المهم المكنه دي يا جماعه مزاج بتاع الزمان، انا مخنوقه منها والله، مش عجباني اصلا. شايفين بقى، انا قلت لكم ايه، انا مش بكتر النشادر عشان يطلع مخرفش زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى شغلت الفرن بتاعي، شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا بجد يعني هو يعني مريح شويه، بس مشكلته ان انا لسه اقعد اركب في الانبوبه واشيل في الانبوبه، والله عايزه اجيب له انبوبه خاصه بيه، يعني يكون فيها راحه شويه، ان هي تفضل راكبه عليه، ما افضلش اشيلها واحطها يعني. وكمان قلت ان احنا ايه، هنشغل معاه البوتاجاز عشان يساعد. النبي الشوايه بتاعتي بايظه زي ما انتوا شايفين كده، هي الشوايه لسعته سنه، بس والله كان جميل وزي الفل. هي كانت غلطه مني ان انا شغلت الشوايه، المفروض ان انا احطه في البوتاجاز كده واسيبه لحد ما يبدأ لونه يبقى ذهبي تحت واشغل الشوايه، بس دي كانت غلطه مني. طبعا زي ما قلت لكم أنا اول مره اخبز في البيت، بس والله كان جميل وزي الفل ودايب. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش احلى اخوات في الدعم كده، كومنت حلو منكم، وكمان لايك يرفع لي الفيديو، وما تنسونيش في الاشتراك. ما تنسوش اختكم قمر ان انتوا تعملوا متابعه على طول وتشوفوا كل فيديوهات وتنتظروا معايا الجديد كمان. بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين وبخير.